دي الخلاصة السريعة لكل اللي محتاج تعرفه عن النشاط الزراعي والحيواني في قارتي آسيا وأوروبا. المصادر بتاعتنا بتكشف لنا إزاي القارتين دول بيأكلوا العالم حرفياً، والفرق الصادم بين الاعتماد على عرق البشر والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة. أولاً خلينا نبص على الفجوة في العمالة. في آسيا مثلاً خمس القوى العاملة، يعني حوالي 20%، شغالين في الزراعة، بينما في أوروبا النسبة دي 4% بس. يعني تخيل معايا كده إن قدام كل 25 موظف في أوروبا واحد بس هو اللي شغال في الغيط. ده يوريلك إزاي الآلات والتكنولوجيا هناك بتعمل معجزات وبتقلل الاعتماد على البشر بشكل رهيب. ثانيا، العمالة الضخمة اللي في آسيا دي مش من فراغ أبداً، دي معمولة عشان تسد جوع مليارات. آسيا لوحدها بتنتج 90% من رز العالم و70% من الأسماك، ومكتسحة في الأبقار والدواجن. أما أوروبا بقى فبتلعبها بذكاء في مساحات أصغر، وبتركز أكتر على الجودة بمحاصيل زي بنجر السكر وسلالات حيوانات ممتازة. وهنا ممكن تسأل نفسك، ليه آسيا مكتسحة في السمك كده؟ السر يا سيدي ببساطة في المزارع السمكية العملاقة اللي بقت بتسد عجز المحيطات والمصايد الطبيعية. أخيراً، ورغم كل الإنتاج المهول ده، القارتين بيشتركوا في كوابيس واحدة زي تغير المناخ وتدهور التربة والزحف العمراني. طيب إيه الحل؟ الحل في الزراعة الرقمية. الزراعة ما بقتش فاس ومحراس، دي بقت أنظمة ذكية وتحليل بيانات بتتحكم في كل نقطة مياه عشان تضمن أمننا الغذائي. في النهاية، مستقبل الأكل في القارتين دول ما بقاش معتمد بس على مساحة الأرض، قد ما هو معتمد على ذكاء التكنولوجيا اللي بتديرها.